عندي حاجه اسمها الانترسبت اللي احنا جربناها في الجزء الثاني، بس بنقولها هنا بالخلاصه بتاعتها. الانترسبت دلوقتي از اوف، يبقى دلوقتي ما فيش اي ترافيك هتعدي. لو انا عملت انترسبت از اون ورحت جربت في البراوزر وعملت مثلا كتبت في السيرش هنا كلمه ابل، بس قبل ما ادوس انتر انا لازم افعل الانترسبت. هو كده اون، اتاكد ان هو كاتب لي هنا اون وبيغير لون الاشاره دي، واروح هنا وهضغط على ابل، هعمل انتر. بصوا هنا هو عمل لي ايه. عمل لي ايه هنا هو جاب الريكوست، هو مسك الريكوست هنا وجاب ان انا بعمل سيرش على حاجه. هو غير اليو ار ال جيت ريست برودكت سيرش والكيو اتش تي بي 1، يعني هو هنا عمل ديتكت او مسك الريكوست بالشكل ده. طيب انا هجرب اضغط على كلمه فورورد علشان يبعته بالفعل للسيرفر ويعرض لي الطلبات. ممكن كمان نجرب من هنا من بروكسي اللي انا واقف فيها دي، اختار HTTP history، وهنا ممكن اغير الترقيم بتاعهم، يعني يا اما اخليه كده يا اما اجيب من النهايه على طول، يعني اغير الترقيم بس واخليه يجيب لي من النهايه. ليه؟ خلي بالكم ان انا لما عملت سيرش الريكوست ده راح لمين؟ راح للبروكسي اللي هو البيرب سوت، فهو واقف دلوقتي عنده، هو لسه ما رجعلوش الرد، لان لازم يعدي على البيرب والبيرب يبعته للسيرفر والسيرفر يرد على البيرب والبيرب يرجع يرد على البراوزر. هنا هو هنا عمل ايه؟ هو مسك الريكوست اللي انا بعته، مسك وجاب لي مجموعه من البيانات عنه كمان. يعني هو جاب لي نوعه جيت بيدور فين في البرودكت بالسيرش. كان المفروض ان كمان يكتب كلمه ابل، ولكن يمكن عليه نوع من انواع الحمايه فما كتبهاش. وكمان وراني الريسبونس بتاع السيرفر اهو، ده وراني الريسبونس بتاع السيرفر، جاب لي كل الحاجات اللي فيها كلمه ابل من قبل ما يوصل للبراوزر او من قبل ما يوصل لليوزر. فمعنى كده ان انا شفت الريكوست وشفت كمان الريسبونس، كل المنتجات اللي فيها كلمه ابل.